عمرك فكرت قبل كده ازاي الفيفا بتحسب التصنيف العالمي لمنتخبات كرة القدم؟ طب مين هم اقوى 10 منتخبات في العالم حاليا؟ وهل موضوع التصنيف ده بيعتمد بس على البطولات الكبيرة زي كأس العالم او كأس القارات؟ في الفيديو ده هتعرف الدنيا بتمشي ازاي عشان التصنيف ده يطلع لك من الفيفا كل شهر. في البداية كده اول تصنيف اتعمل لمنتخبات كأس العالم كان في شهر ديسمبر من سنة 1992، والحقيقة التصنيف كان بداية حبتين. الجماعة بتوع الفيفا كانوا بيعتبروا العالم كله عبارة عن دوري واحد، وبناء عليه اي فريق بياخد 3 نقط لو فاز في اي مباراة دولية، سواء بقى المباراة دي كانت ضمن بطولة او حتى كانت مباراة ودية. وعلى نفس السياق المنتخبات دي كانت بتاخد نقطة واحدة بس لو حصل تعادل في أي مباراة بيلعبوها، والكلام ده كله كان بيتجمع ويتعمل لك سكور وبناء عليه تاخد تصنيفك ضمن منتخبات العالم. والحقيقة إن النظام ده كان مباشر وكان فيه ثغرات كتيرة جدا، زي إن منتخب يلغي مباريات ودية مع منتخب أقوى منه ويحاول إن هو يلعب مع منتخبات أضعف عشان خاطر يلم نقط وهكذا. والنظام الغريب ده استمر لحد سنة 1999، وبعد كده دخلت عليه شوية تعديلات، والتعديلات دي كانت مربوطة بشوية عوامل كده، زي مكان الأرض اللي بتلعب فيها سواء أرضك أو أرض الخصم، وعدد الأهداف اللي بتسجلها، وكمان أهمية البطولة اللي بتلعب فيها المباراة. والجماعة بتوع الفيفا حاولوا ان هم يجتهدوا برضه، وفضل النظام ده مكمل لحد سنه 2006، ولكن برضه النظام ده ما كانش افضل حاجه، لان المتصدر فيه طول الوقت كان منتخبين بس، هم البرازيل وفرنسا، لان ببساطه النظام ده كان بيقيس قوه المنتخب بناء على مجموع النقط اللي جمعها في خلال ال8 سنين اللي فاتوا، بينما النظام اللي قبله كان بياخد مجموع النقط على ال4 سنين اللي فاتوا بس. فممكن تلاقي منتخب متصدر وهو نتائجه وحشه جدا، لكن عشان ادى بشكل كويس من 3 سنين مثلا، فالنقط الكتيره بتاعته زمان ضمنت له الصداره في الوقت الحالي، ودي طبعا حاجه فاشله جدا. والكلام ده خلى الفيفا تفضل تطور من طريقه الحسابات بتاعتها للتصنيف لحد سنه 2018، وقتها بدات تطبق نظام اسمه نظام ايلو للقوه النسبيه، وده كان عالم فيزياء من المجر وكان بيفكر في طريقه يقدر يصنف بيها لاعبين الشطرنج. والواضح ان عمنا ايلو ده كان راجل دماغ، لانه قرر ان هو يستبعد معاملين كانوا بيتاخدوا بشكل اساسي في الحسابات السابقه، والعاملين دول كانوا عدد الاهداف اللي بيسجلها كل فريق، والمباراه بتتلعب في ارض مين من الفرق المتنافسه. والراجل ده قال لك انا هركز بس على المفيد، وهو قوه كل خصم بالنسبه للخصم اللي قدامه. يعني لو منتخبين ضعاف بينافسوا بعض، بنسبه فوز كل واحد منهم هتكون قليله، لان المنتخبين يعتبروا ضعاف وعلى قدهم، فالمنتخب اللي هيكسب هياخد مجموع نقاط كبير جدا. وكذلك الامر لو منتخبين اقوياء بينافسوا بعض، فنسبه فوز اي حد منهم هتكون برضه ضعيفه او صعبه، فبرضه المنتخب اللي هيكسب هياخد مجموعه نقط كبيره. اما بقى لو منتخب قوي بيلعب منتخب ضعيف، فالمنتخب القوي هياخد نقط اقل لو كسب مقارنه بالمنتخب الضعيف، اللي هياخد نقط اكتر بكتير لو كسب، لان فرصته في الفوز اصلا من الاول كانت صعبه او اقل. والكلام ده كان بيتم من خلال المعادله الغريبه دي، بي بتساوي بي 4 زائد اي مضروبه في دبليو ناقص دبليو اي. والمعادله دي ببساطه معناها ان مجموع النقط الحالي بتاعك بيساوي مجموع النقط السابقه زائد اي، والاي دي عباره عن عدد النقط اللي بتحسبها الفيفا حسب اهميه المباراه. يعني في المباريات الوديه مثلا المنتخبات بتاخد قيمه الاي دي ب 10 نقط، بينما لو لعبت مباراه في تصفيات كبيره زي كاس العالم فقيمه الاي دي بتكون اكبر وبتتحسب على 25 نقطه، وهكذا كل مسابقه او بطوله بتاخد عدد نقط على حسب اهميتها. اما الدبليو بقى فهي بسيطه، لو كسبت بتاخد نقطه، ولو تعادلت بتاخد نص نقطه. اما بقى لو تعادلت وكسبت بضربات الترجيح فبتاخد 75%. وبالنسبه بقى للدبليو اي فهي تعتبر اصعب حاجه في القصه كلها، ودي بتساوي 1 على 1 زائد 10 أس سالب دي ار على 600. والدي ار دي بتكون عباره عن فرق النقط ما بين تصنيف منتخب والمنتخب الثاني. يعني مثلا لو البرازيل بتلعب مصر وتصنيف البرازيل 1000 نقطه وتصنيف مصر 600 نقطه بس، فالدي ار ما بين البرازيل ومصر هتكون 1000 ناقص 600 فهتساوي 400 نقطه. وعشان البرازيل المنتخب الاقوى فالدي ار بتاعها هيكون سالب 400، لان في سالب قبل الدي ار في المعادله بتاعتها. اما لو بنحسب لمصر فالدي ار بتاعها هيكون 600 ناقص 1000 فهيكون سالب 400، فلما يجي يدخل في المعادله هيتضرب في السالب بتاع المعادله بتاع الدي ار وتبقى القيمه بتاعته بالموجب. وده بيوضح لك ازاي المنتخب الاضعف بياخد نقط اكتر عند احتماليه فوزه قصاد المنتخب الاقوى منه. وهي دي بقى يا سيدي الطريقه اللي بتحسب بيها تصنيف منتخبات العالم. يلا بينا بقى نعرف مين هم اقوى 10 منتخبات حسب اخر تصنيف شهري للفيفا. في المركز العاشر تيجي اسبانيا، وفي المركز التاسع تيجي البرتغال. اما بقى في المركز الثامن فتيجي ايطاليا، وفي المركز السابع فتيجي الطواحين الهولنديه، وفي المركز السادس تيجي كرواتيا. اما في المركز الخامس فتيجي بلجيكا، وفي المركز الرابع تيجي انجلترا. اما بقى في المركز الثالث فتيجي البرازيل، وفي المركز الثاني تيجي فرنسا. اما بقى في المركز الاول فتيجي الارجنتين بقياده الاسطوره ليونيل ميسي، خصوصا بعد ما حقق كاس العالم مع منتخب الارجنتين في كاس العالم في قطر 2022. ولو حابب تعرف مصر ترتيبها رقم كام فاحب اقول لك اننا ولله الحمد ترتيبنا رقم 34. وكالعاده هننهي الفيديو بتاعنا بسؤال: هل تعتقد ان طريقه التصنيف اللي اتكلمنا عليها دي منطقيه ولا محتاجه تعديلات اكبر في المستقبل؟ يا ريت تشاركونا بارائكم وتعليقاتكم في الكومنتات، ولو عجبك الفيديو اتمنى تدعمني بمتابعه ولايك وشير، وشكرا ليكم. سلام.